السلام عليكم على احلى مشاهدين. وحشتوني كتير. هنعمل بقى مع بعض. انا حوشت معاكم كده بقالي شهرين بحوش فيه القشطه بتاع عشان نعمل بيها، اعملكم بيها زبده. طبعا احنا دلوقتي في الحر، فالافضل ان احنا لما نحوش القشطه، انا كنت بحوشها معاكم في الشتاء، كنت بقول لكم عادي حطوها في التلاجة مفيش اي مشكله. بس احنا في الصيف ده الافضل ان احنا نحطها في الفريزر، تمام، في علبه كده من علب التلاجة، ونحوش القشطه فين؟ في الفريزر. وهنعمل بقى كمان جبنه كمان اللي انتوا شايفينها معايا دي. طبعا الجبنه عملتها معاكم قبل كده، صفيتها في مصفى. المره دي هعملها معاكم في السده دي. طبعا السده دي بتجيبيها عادي من السوق، بتشتريها وتحتفظي بيها، بتنفعك قوي في اي وقت تعملي بيها جبنه. تمام. طبعا اول حاجه معايا بجيب اللبن. انا عملت طبعا على بولتين، البوله البنك اللي معاكم دي، وعملت كمان بوله حمراء. حطيت هنا 3 كيلو لبن، وفي البوله الحمراء برضو حطيت معاكم 3 كيلو لبن. بعد ما هتخلص من الشوائب اللي موجوده في اللبن، طبعا لازم نصفيه عشان نتخلص من اي شوائب فيه، هحطه بقى في التلاجة لمدة 6 ساعات. في الصيف ده ما نكترش ونسيبه كتير، عشان في الشتاء بنسيبه براحتنا في يوم كامل، نص يوم، مش بيجراله حاجة. بس احنا عشان الجو شتاء مش هنسيب اللبن فترة طويلة عشان لونه ما يغيرش وطعمه ما يغيرش. اول حاجة بسيبه 6 ساعات جوه اللبن. هنا بعد 6 ساعات طلعته، بسيبه جوه التلاجة. بعد 6 ساعات بطلعه من التلاجة زي ما انتم شايفين كده، عامل وش معايا. بس طبعا اللبن من تحت لسه لبن، لسه ما ربش. هسيبه تاني 6 ساعات بره التلاجة. يعني بعد ما سبته 6 ساعات جوه التلاجة، تبدأ القشطة تتكون معاكي من على الوش. هسيبه كمان 6 ساعات بره التلاجة وانا مغطياه. طبعا دي البولة التانية، ووريتكم البولة الحمراء. بعد بقى 6 ساعات، لما بسيبه في المطبخ، بحطه في التلاجة ساعتين. ليه؟ عشان القشطة معاكي في الشتاء مش بنحتاج نحطه في التلاجة ساعتين تاني، عشان القشطة بس تجمل معايا ويبقى سهل ان انا اطلعها. تمام. عشان في الحر ده مش هيبقى سهل ان انت تطلعي القشطة وتبقى سايبة معاكي. طيب هبدأ بقى هشيل القشطة. شايفين بعد ما سبته 6 ساعات كمان بره التلاجة، بيبدأ يروب معاكي، وتبدأ القشطة تعمل معاكي كده من على الوش، ومن تحت بيبقى الجبنة. طيب لو سبتيه 6 ساعات، على حسب طبعا اللبن اللي انت جايباه. لو انت سبتيه 6 ساعات بره التلاجة و6 ساعات جوه التلاجة وما ربش معاكي، ابدأي هاتي منفعة، ما تسيبوش وقت طويل. هنجيب منفعة من عند العطار، انا دي عندي على طول، ما بقطعهاش عندي من البيت، تنفعني. لو اللبن ما ربش معايا، بحط فيه معلقة صغيرة منفعة، ما بيكملش نص ساعة او ساعة وبيبقى رب معاكي. تمام. لو رب معاكي خلاص. طيب هبدأ بقى هنا. طبعا الجبنة اللي احنا اخدناها هسيبها كده على جنب، هنعملها دلوقتي. هبدأ معاكم القشطة. شايفين كمية القشطة دي؟ انا طبعا عشان كل ما بعمل جبنة كنت بحوش القشطة وبحطها في الفريزر واحوش عليها. تمام. ومكنتش بحط معاها ملح ولا اي حاجة، كنت بحتفظ بيها في الفريزر كده. طبعا انا عملت معاكم القشطه قبل كده، عملتها بايديا. طبعا الجو حر، انا بحب بقى افضلها ان انا اعملها في الكبه في الايام الحر دي، لان في الشتاء لما بتعمليها بايدك بتفصل معاكي بسرعه عشان بتبقى متلجه. طب احنا دلوقتي الجو حر، افضل ان احنا نستخدم الكبه. ممكن تعمليها على ايدك مفيش مشكله، بس هتاخد معاكي وقت جامد. وانا هسيب لكم برضو الفيديو اللي عملت لكم فيه القشطه قبل كده على ايديا، هسيبكم ان شاء الله في اخر الفيديو ده هتلاقوا اللينك بتاعه. طيب انا هنا بقى في الجو الحر اليومين دول بفضل ان انا اعملها في الكبه، ما بتاخدش دقيقتين. ممكن كمان في الشتاء لو عايزه تنجزي وقت، في دقيقه واحده بتفصل معاكي في الكبه في الشتاء. انا طبعا اغلب الوقت بستخدم الكبه، يعني قليل قوي لما بعملها بايديا. هبدا بقى ان انا هستخدم الكبه. على فكره عايزه اقول لكم دقيقتين اتنين بس، تضربي حوالي مثلا 15 ثانيه، وتشوفي الزبده وتفصلي يعني وتشغلي تاني 15 ثانيه. عايزه اقول لك في دقيقتين او دقيقه ونص بتبقى فصلت معاكي. بصوا انا بوريكم بقى كل مرحله. ضربت اول مرحله بتبدا تتقل معاكي زي الكريمه كده، شايفين؟ القشطه دي بقى انت ممكن تاخدي شويه كده وهي كريميه كده، تحطيهم في طبق وتغمزيهم. مش عايزه اقول لكم على الطعم بقى يا جماعه، روعه. تحطيها في التلاجة وتستخدميها كده. طيب هبدأ بقى ايه، هضرب شوية كمان. شايفين هنا بقى بدأ الكريمة تخرز معايا، بدأت تعمل خرز كده قليل. وانا بجيب المعلقة كمان، بجيب اللي من تحت بطلعه فوق وبقلب كده، واللي فوق بخليه لتحت. تمام. بحاول اقلب كده عشان طبعا معايا كمية كبيرة من القشطة، انا كنت مخزنها ايه في الفريزر. هجيب بقى اللي تحت فوق كده واللي تحت فوق، بحاول اقلبها.
شايفين بدأت تتقل معايا ازاي؟ اهم حاجة يا جماعة اول ما تتقل معاكي كده بعمل على سرعة متوسطة، بلاش سرعة عالية عشان ما تحرقش معاكي الكبة، بستخدمها على سرعة عالية. انا اهو اول حاجة عملت على سرعة عملت على سرعة عالية لحد ما بقت كريمية معايا. بدأت اهدي السرعة عشان بتبقى تقيلة، بتبدأ تتقل معاكي، شايفين تقيلة ازاي؟ اعمل على سرعة متوسطة، اول ما تفصل معايا وتبدأ تظهر المية بعلي السرعة تاني. تمام. بصوا هنا بقى اهي هتبدأ تفصل معايا اهي، وهتبدأ تظهر معايا المية. في المرحلة دي اول ما تظهر معايا المية بتاعة الزبدة ببدأ اعلي السرعة، مفيش مشكلة. شايفين المية ظهرت معايا ازاي؟ طبعا عملتها على سرعة متوسطة لحد ما المية ظهرت معايا زي ما انتم شايفين كده. هبدأ بقى في المرحلة دي هسرع السرعة تاني على سرعة عالية عشان تتكون معايا كده كتلة واحدة، يعني تلاقيها بقت كتلة واحدة معاكي كده. شايفين؟ كل ما تشغلي الكب عليها كل ما تبقى ايه، خلاص انا في المرحله دي ممكن تجمعيها بايديكي، بس انا اديتها كمان لفه بس بسيطه. شايفين بقى عامله معايا ازاي؟ بتطلعيها كده كلها ماسكه في بعضها، مفيش اسهل من كده. والله يا جماعه ما اخدت معايا دقيقتين في الكبه وكانت جاهزه معايا. طبعا الافضل ان احنا نطلعها من الفريزر بعد ما تحوشي كميه كده من القشطه. هبدا اطلعها من الفريزر واسيبها بس في التلاجة من تحت، علشان انا عايزاها تبقى ساقعه معايا وانا بحطها في الكب عشان تفصل معايا بسرعه. تمام. هنا بقى خلاص خلصت كل الكميه، طبعا نقلتهم في البوله وبدات بقى ان انا ايه زي ما انتم شايفين كده ظبطتها. احطها بقى في التلاجة كده بس لمده ساعتين تلاقيها جمدت معايا اهو. بعد بقى ما طلعتها لكم اوريكم شكلها بعد ما سبتها ساعتين كده في التلاجة، يعني بتلاقيها جمدت معاكي وتقدري بقى تقدري ان انت تسيحيها وتستخرجي منها السمنه. هبدا هنا معايا بقى ميه سخنه. هعمل ايه في اللبن اللي راب معايا ده؟ قلت لكم لو اللبن ما رابش معاكم مش هنسيبه تاني، هنحط عليه معلقه صغيره منفعه بتجيبيها من عند العطار وبتفصل معاكي مفيش اي مشكله. هبدا بقى ان انا هنا ايه، هجيب ميه سخنه. الميه السخنه هنا بتعمل لي ايه؟ بتخلي الجبنه تتجمع معايا. ميه سخنه مش بتغلي، لا ميه سخنه يعني درجه حرارتها تكون متوسطه، يعني ايدك كده يعني لو حطيت ايدك ما تستحملهاش وفي نفس الوقت ما تكونش غلت ولا وصلت لدرجه الغليان. طيب هبدا بقى بحط الميه السخنه على الجبنه، هنا بتخلي الجبنه تفصل معايا وتتجمع كده، وتبقى كمان تحافظ لك على الجبنه تقعد معاكي فتره طويله معاكي في التلاجة. جبت بقى الزبده معايا بحطها على الحوض، انا عامله لها مكان كده فوق الحوض بعلقها فيه زي علقه كده، حطاها في المطبقيه اللي فوق الحوض وبعلقها فيها. تمام. بجيب بقى اي شاشة عندك، اي طرحة شيفون كده ما بتستخدمهاش برضو ممكن تستخدميها، اي حاجة شفافة معاكي. هنبدأ نحط فيها الجبنة. انا طبعا حطيت البولتين، عملت بولتين مع بعض، البولة البينك دي وبولة كمان ايه حمراء، فهحط البولتين معاكم دلوقتي هتشوفوهم معايا. وهبدأ بقى ان انا ايه هسيبها كده. دي البولة التانية، عايزة اقول لكم على فكرة البولة الحمراء دي مفصلتش معايا فحطيت لها منفعة. تمام. انما البولة الاولانية فصلت معايا، يعني رابط معايا بسهوله، بس البوله الحمراء ما كانتش رايبه قوي فاخدت منها القشطه وحطيت لها ايه معلقه صغيره منفعه ورابط معايا برده ما اخدتش ساعه وكانت قريبه معايا. طبعا إيه انا بفضل المنفعه تبقى موجوده عندك في الصيف، هو في الشتاء بتقعدي اللبن براحتك وبيروب، بس الافضل في الشتاء بتقعدي اللبن براحتك بيروب براحته، انما في الصيف الافضل ان انا ما اسيبهوش فتره طويله عشان ما يبص مني. تمام. هبدأ بقى هنا هسيب هسيب السدة زي ما انتم شايفينها كده على الحوض لمدة نص ساعة عشان أبدأ تتصفى منها. هحط هنا بولة من تحت عشان اخد الشرش طبعا اللي انا هستخدمه بعد كده في حفظ الجبنة في التلاجة. هسيبها كده نص ساعة وبعد نص ساعة هبدأ اوريكم بقى بتبدأ تتجمع معايا الجبنة وهعلقها. هنا بقى بعد نص ساعة شايفين معايا اتجمعت ازاي. هبدأ بقى ان انا هجمعها كمان وهسيبها بقى واعلقها في اعلقها فوق بقى. اول ما تجمع معاكي كده حطيها بقى على بعضها زي ما انتوا هتشوفوا كده معايا، بلمها على بعضها وببدأ ان انا اهو بلمها زي ما انتوا شايفين كده، وهسيبها بقى لمدة ساعتين 3، ما بتاخدش اكتر من كده. عايز اقول لكم لما تكون فيها منفعة ممكن تاخد ساعتين بس بالكتير، لما تكون اللبن راب معاكي من غير منفعة بيطول معاكي، يعني لو مش حاطة فيها منفعة ممكن تاخد معاكي من 4 إلى 5 ساعات. تمام.
انما لو حاطين فيها منفعه اللبن يعني الجبنه بتصفى معاكي بسرعه، متاخدش وقت خالص. انا بسويها كده، بخليها كلها سوا واحد قد بعضها عشان تطلع حتت الجبنه كلها إيه يعني قد بعضها. ببدأ بقى بلمها كده زي ما انتم شايفين، وهعلقها بقى في العلاقة اللي انا حطاها. هسيبها بس ساعتين وهرجع اشوفها. هي اول ما تلاقيها بطلت تنقط معاكي من تحت يبقى كده خلاص الجبنة بقت جاهزة معاكي. لو لقيتيها لسه بتنقط يبقى تسيبيها. لو لقيتيها عايزة تعرفي الجبنة خلاص اتصفت معاكي ازاي، تلاقيها مش بتنقط معاكي، بتبصي على الزبدة كده لمدة مثلا دقيقة ما تلاقيش فيه نقط نازلة. انا عامله لها هنا العلاقة دي اهي زي ما انا معرفاكم، وهسيبها ساعتين وابدا بقى ان انا هرجع معاكم اقطعها. هنا خلاص كانت اتصفت معايا، هبدا بقى ان انا اقطعها معاكم. وطبعا الشرش هنا بنغليه، باخد الشرش اللي بغليه وبسيبه يبرد تماما، وبعد كده بحفظ فيه الجبنه. بتقعد معاكي بقى فتره في التلاجة من غير ما تنشف او تبوظ او يجرى لها اي حاجه. والشيش كمان حطي له ملح، ملحيه. انا هحطه ملح معاكم بعد ما احطه، انا مش حاطه له ملح، انا هملحه لما احط الجبنه. شايفين بقى قطع الجبنه عامله ازاي؟ طعمها يا جماعه زي لكم خرافه. كفايه انت عامله حاجه نظيفه في البيت وحاجه مضمون. هرصها بقى كده في الصينيه، وابدا ان انا هجيب بقى شويه ملح عشان املحها. انا بفضل ان انا احط الملح بعد ما ما افضلش ان انا احط الملح معايا في اللبن، لا افضل ان انا احط الملح بعد ما اطلعها، بيبقى افضل عشان الملح ما ياثرش عليها. هنا بقى احط الملح اهو من على الوش، وهبدا برضو احط شويه من الشرش، وهحط برضو شويه ملح على الشرش، واحطهم بقى في التلاجة. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي الجرس بالكل عشان ان شاء الله يوصل لكم كل فيديو. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم.